السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة هعمل معاكم وصفة مفيش بيت يقدر يستغنى عنها. هنعمل مع بعض العيش بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا. أتمنى من قلبي إنها تعجبكم. يلا نسمي الله ونبدأ وصفتنا مع بعض. هنحتاج نص كيلو من الدقيق ما يعادل 4 أكواب. هننزل عليهم بمعلقة صغيرة ممسوحة من الملح، كمان معلقة صغيرة ممسوحة من السكر، سكر حبيبات، معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية، مج صغير مج القهوة بتاعنا هنملاه زيت، وكمان هنحتاج كوباية من المية بتاعتنا دافية. هننزل عليهم بعلبة كبيرة من الزبادي. أنا كان عندي علب صغيرة فنزلت بعلبتين، لو عندنا علبة كبيرة هننزل بالعلبة الكبيرة بس. وهنبتدي زي ما انتوا شايفين كده بقى نخلط كل المكونات بتاعتنا مع بعض. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، وبجد النتيجة إن شاء الله تعجبكم. بنبتدي بقى نعجن في المرحلة دي، وعايزة أقول لكم مهم جدا في المرحلة دي إن العجينة بتاعتنا ما تكونش بتلزق. يعني هنحط جنبنا حوالي نص كوباية من الدقيق، وطول ما العجينة بتلزق معانا زي ما انتوا شايفين بنضيف الدقيق، بس بنضيف الدقيق بكميات بسيطة. يعني بلاش تحطوا كميات دقيق كتير. بعجن زي ما انتوا شايفين، وعلى فترات كده بحاول أتأكد إن العجينة بتاعتي ما بقتش بتلزق. زي ما قلنا طول ما هي بتلزق معانا بنضيف كميات بسيطة من الدقيق. مرحلة العجن بتاخد معانا حوالي من 3 ل5 دقايق. زي ما انتوا شايفين العجينة بتاعتنا مرنة جدا، لكن لسه فيها يعني بسيط جدا، بتلزق معانا بسيط جدا. وبختبرها للمرة التانية، وكده لازم ننزل عليها برضو ببسيط من الدقيق. طبعا انتوا عارفين ان الدقيق يا جماعة بتختلف انواع الدقيق. هنا بقى بنلم العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. العجينة في ايديا لينة جدا، وكده زي ما انتوا شايفين العجينة بتاعتنا بدأت تلم معانا. وزي ما انتوا شايفين الموضوع بقى كده بدأت ان هي خلاص مش محتاجة اي دقيق تاني، وكده خلاص. لكن لازم اتأكد طبعا انها زي ما قلنا ما بتلزقش، فهعمل لها كده اختبار. زي ما انتوا شايفين هنزل بايديا عشان اتأكد انها ما بتلزقش. وبعد كده بقى هنبتدي نسيبها تخمر معانا من 10 ل15، يعني من 10 دقايق لربع ساعة. هنغطيها الأول بستريتش، وبعدين أحط فوقها فوطة زي ما انتوا شايفين، وهنسيبها في المطبخ عادي خالص. وبعد 15 دقيقة رحت شفت زي ما انتوا شايفين العجينة بتاعتنا تضاعفت. هنبتدي بقى نخرج منها الهوا زي ما هتشوفوا معايا كده بالظبط، ونلمها. طبعا زي ما انتوا شايفين العجينة بتاعتنا مرنة جدا، لكن اهم حاجة ان هي ما بتلزقش زي ما انتوا شايفين. هنجيب بقى شوية من الدقيق كده ونرشهم على الرخامة بتاعة المطبخ، وننزل بالعجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. وهنبتدي بقى زي ما انتوا شايفين نعجن فيها كده. مش هناخد معانا وقت خالص، مش تاخد معانا وقت خالص، يعني يا دوب كده احنا بنلمها. عملتها الرول، وهبتدي اقطعها. طبعا في التقطيعات دي بقى حسب رغبتكم، يعني حسب ما انتوا عايزين الرغيف قد ايه. النص كيلو مثلا طلع معايا حوالي 13 رغيف. طبعا اذا كنتوا حابين 13 رغيف متوسطين الاحجام اللي هتشوفوها معايا. طبعا اذا كنتوا عايزين تطلعوا كمية اكتر من كده ممكن تصغروا بقى الكرات بتاعتكم او التقطيعات. انا قطعتها زي ما انتوا شايفين كده تقطيعات متوسطة. وهبتدي بعد زي ما انتوا شايفين كده بقى اعملها الكور. طبعا بنرش رشة دقيق كده تحتها، وبعملها الكور زي ما انتوا شايفين. وده الحجم اللي انا عايزاه او الحجم اللي انا هحتاجه اعمل منه الرغيف بتاعي، رغيف متوسط. وهبتدي بقى في اي صينيه عندي كده اعمل رشه كده من الدقيق، وننزل بقى كل الكرات بتاعتنا. وهنرجع نغطيها تاني، بس المره دي هنسيبها لمده تلت ساعه، 20 دقيقه كامله زي ما انتوا شايفين معايا كده. هنبتدي بقى ناخد الكرات بتاعتنا وننزل ببسيط من الدقيق على الرخامه، ونبتدي الاول بايدينا كده زي ما انتوا شايفين معايا، قبل ما نستخدم بقى الفرادة أو المردانة علشان
نفرد الرغيف بتاعنا للحجم اللي إحنا عايزينه، بس عايزة أقول لكم ضروري جدًا تخلّوا الرغيف يبقى رقيق عشان ينفخ معانا في الفرن. بُصّوا، هاجيب الصينية بتاعتي وأنزل بقى بالعيش بتاعي زي ما هتشوفوا معايا كده بالضبط. الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 160. هي بتاخد حوالي من 10 ل12 دقيقة. 10 دقايق لو عايزين العيش بتاعنا يطلع لونه أبيض فاتح، أما إذا كنتوا عايزين تدّوا له لون زي ما هتشوفوا معايا كده، فأنتم محتاجين 12 دقيقة عشان يطلع العيش معانا بالشكل اللي أنتم شايفينه. بجد ولا أحلى من كده. العيش طالع معانا زي ما أنتم شايفين، وهنفتحه كمان من جوّه عشان تشوفوا هو عامل إزاي معانا من جوّه. ودي كانت وصفتنا النهارده اللي باتمنى من قلبي إنها تعجبكم. يا ريت إذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا في المطبخ مع سنة. وبجد نفسي أعرف رأيكم في الفيديو، واستنوني على خير في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم.